هو انت عارف انت هتموت امتى؟ انا عارف انا هموت امتى؟ اكيد لا. طيب ليه ما حدش فينا عارف هو هيموت امتى؟ اسمع بقى معايا كويس الفيديو ده علشان مهم جدا ليك، وزي ما انا استفدت انا كمان بحب افيدك. سبحان الله، ربنا جعل الموت بدون اسباب، بيجي كده في اي لحظه، ومش معنى ان انت عندك صحه كويسه يبقى انت كده ضامن انك تعيش عمر طويل، مش معنى ان حد سن صغير ان ده معناه برضه اللي هو هيعيش مده كبيره. ربنا يدينا ويديكوا طول العمر في الصحه والخير يا رب. قولوا امين. خليك على يقين ان الموت جاي للصغير والكبير والصحيح والمريض. ممكن واحد صحته كويسه جدا ويموت، ممكن واحد تلاقيه مريض ومش قادر وتلاقيه يعيش لاخر لحظه في حياته. وعشان ربنا بيحبنا مش عايزنا نكونوا مغرورين بالحياه او نكونوا فاكرين ان هي دايما. لا، هي مش دايما، هي النهايه جايه في اي وقت. ليه بقى؟ علشان نفضل نعمل خير وبس، ونسابق بعض فيه كمان، ونبطل نعمل الحاجات اللي بتغضب ربنا بقى. يعني مثلا تخيل معايا لو واحد عارف ان هو هيموت في سن ال50 او ال60، هتلاقيه ماشي في الدنيا بيعصي ربنا كتير، هتلاقي اللي بيظلم ده وبيظلم ده، وهتلاقيه ماشي في الدنيا مش عامل حساب لاي حاجه، وهتلاقيه قبل ما يموت بسنه ولا سنتين هيبطل معاصي بقى ويرجع لربنا، ده علشان بس عرف ميعاد موته. طب بالذمة ده ينفع؟ طب تخيل معايا كده لو ده حصل، هتلاقي الدنيا اللي احنا عايشين فيها مليانة ذنوب ومعاصي، ومش هتلاقي للخير مكان. فلازم طول ما احنا عايشين كده لازم نعرف ان محدش ضامن بكرة، فنحاول على قد ما نقدر اننا نعمل خير وبس، ونحاول نقرب من ربنا اكتر. فهي دي الحكمة من اخفاء موعد الموت. فيا رب اهدينا وثبتنا، ويا رب ما نغترش بالدنيا وملذاتها، ويا رب نعرف ان احنا هنتحاسب على كل صغننة وكبيرة. فلو الفيديو فادك فيد غيرك، وسلام.